يعني هي حاجة حكمة برضو، يقول لك money cannot buy happiness، وده في معظم الأحوال صح. لكن في مواقف كده بتمر بيها ساعات تحس إن maybe دي مش أصح حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد في القناة. أنا أحمد عباس، جي بي تريدي هنا في بريطانيا، والنهاردة طبعا يوم الأجازة والحمد لله يوم مشرق وجميل عشان الصيف خلاص على الأبواب. فأنا قررت إن أنا آخد الكاميرا ونروح نعمل أدفنشر جديدة. خطة إن أنا بإذن الله هنروح معرض بتاع عربيات. كان في إيفنت معلن عنه، فقلت إن أنا أروح، لكن الفكرة إن أنا مش متأكد هل هو بتاع أونرز كلوب يعني ولا هو مفتوح للبابليك. فاحنا هنروح نشوف ايه الدنيا، يعني فاهم، هنخش كده ونشوف ايه الدنيا، نفع كان بها، ما نفعش مفيش اي مشاكل، لان في 500 حاجه ممكن تتعمل، فهنشوف اي حاجه تانية نعملها. لكن المهم في الاول وفي الاخر ان هو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيبقى يوم جميل. يلا بينا. This is gonna be fun. Oh my god. ايه ده؟ ايه ده؟ دي بتعمل ايه هنا دي؟ دي جنة العربيات يا جماعة، كلهم بوش. مش مصدق والله. happiness for no reason. دي اللي هي بقى ايه، يقول لك لسه بالكرتون. Yes, yes. Just like that. Yeah, it's amazing. Moment of truth يا جماعة. Your boy is getting into a Porsche. Oh my god. Oh my god. I love the feel of that. It's an instant feel of power. أول ما بتدخل فيها تحس إن أنت أنا واحد تاني يا جماعة. طيب. Let's take a look at it from the inside بقى كده. طبعا يعني أنا مش هتكلم على الكواليتي بتاعت الماتيريال، يعني it's so amazing. وانت احساسك وانت قاعد جوه، انت قاعد ثابت في مكانك كده، الكرسي كده حضنك كده. ده 718 العربيه اللي انا فيها. مفيش زرار، مش هقدر اقول لك ده بتاع ايه، يعني الامور واضحه، مش قصص كتيره يعني. طبعا هيبقى احسن زرار فيهم وهو الزرار ده، تراكشن كنترول. لو سألتني بقى بصراحة يعني، هي ال 911 تربو من الآخر كده، يعني ما نحورش بقى كتير يا جماعة. هي دي العربية دي. تيجي نركب نشوف ايه الدنيا. دي لحظة تاريخية يا جماعة. 911 تربو. اه
لا هناك فرق. التانية دي كانت تعبانة أوي، 718 دي عربية تعبانة الصراحة، بادجت كار يعني. لكن دي قصة تانية خالص. بصوا اللي ركبناها قبل كده الكونفرتبل 911، الكونفرتبل دي ال 911 11 اللي هي البانوراما روف. انا عايز اقول لكم انا اول مره يعني مش عارف احدد انهي واحده احلى فيهم. زمان لما كنا صغيرين وكنت في السعوديه، كان في مسلسل بيجي في ناس كتير قوي عارفاه. مسلسل كان اسمه نايت رايدر، وكان عباره عن راجل معاه عربيه سبورتس كار سودا، والعربية بتعمل حاجات خارقة يعني وبتاع، وهو بقى بيسوقها وبيعمل مهمات بقى عشان يخدم الناس والبشرية والبوليس وكل الكلام الجميل ده يعني. في عربية هنا لما شفتها أول ما شفتها افتكرت نايت رايدر، وهي دي العربية. هاي كام. هي من جوه خطيرة، محدش قال حاجة يعني. بس ما بتديلكش احساس اللي هو السبورتس كار زي ال 911 يعني، فاهم؟ غير ان في حاجة نرفزتني جدا اول ما دخلت العربية. العربية فيها باب وراني، يعني هلم بقى صحابي بقى وبتاع، مش قصة يعني. يعني انت العربية المفروض يبقى فيها كرسيين، واحد ليك وواحد للحد اللي انت بتاخده علشان يجو ثرو الاكسبيرينس معاك. لكن لما بقى وهنلم ناس مش رايحين غداوة احنا يعني، مش قصة يعني. يعني ما علينا. وبعدين ايه، فتحات التكييف دي شكلها مش عاجبني. لا إيه، مش هجيب العربيه دي، العربيه دي ما عجبتنيش. طيب نتكلم عن اسعار بقى. دي الكايمان 718 ممكن الواحد يرضى بيها على اساس ان هي يعني ايه، يعني بادجت كار شويه، اللي هو فاهم انت هتجيبها يعني على اساس انها سبورتس كار، بس هي يعني مش احسن حاجه. فدي عامله لها 77702 استرليني بس. توب سبيد بتاعها 177 مايل بير اور، والاكسلريشن من 0 ل 100 كيلو في 4.4 ثانية. ماشي. المشكلة بقى ان دي بقى الشاشة بتاعتها مش شغالة، وانا كنت عايز ال 911 دي اعرف ايه الدنيا فيها. فاحنا شكلنا كده نحتاج نسأل حد او ندور على واحدة ثانية 911. دي بانوراما وهايبريد بقى وبتاع فاكس يعني. اوه، تعالى نشوف دي. دي 911 اهي. الدنيا مش منظمه برضو، فاهم يعني؟ هم حاطين ال 911 هنا، لكن في الايباد حاطين الكيان كوبي. ده مش حلو ده خالص. لا. Excuse me, do you work here? Yeah. Can I ask you a question? Yeah. Just because this iPad is not working, and I was wondering if I could get the specs of this car and the price and everything. What's your hotel? Come on, I'm gonna get a salesman. Thank you. بصوا هي قفشت معايا بقى، انا هعرف اسال عربيتك. Then you got the Cayman here with them sort of mid-engines sort of layout, so you'll have a different feel to them. Okay. And this was The engine is right around here. Yeah. In the Cayman, whereas in the 911 is right at the back. Yeah. Okay. They've got sort of over the years they've got a bit more closer to the front. Okay. So 992 generation. This is the 992 generation. Bit further in. So this is the more domesticated version. Yeah, it's same sort of evolved. So with sort of Porsche, I've been doing the sort of the same sort of model, but then just getting better and better each generation. Obviously, everyone has a favorite generation. Absolutely. عرفنا سعرها يا جماعه 180 ودي 77 فرق شاسع. 640 horsepower. Yeah. Yes. This one is 350. Yeah. Let's go see the other one. So I take it that's your dream car, isn't it? Yeah, it is. We've got the green one here, but earlier sort of 993 GT2 really, but these are sort of this shape here.
This is more the classical sort of. Yeah, they're just coming to the Classics Porsche program. So here is a centre, we're a Porsche Classics partner. So it's very exciting. So not many dealers are No. Classics partners. So it's very unusual. Feels like a proper 90s car, doesn't it? Yeah, it's got I mean, with the dashboard and everything. Yeah. It's a beautiful car. How much does it make now? Is it for sale? This one's not for sale. It's not for sale. just for sort of show, yeah? display purposes. Yeah. بس يا جماعه احنا كده عرفنا اسعار الحاجات، والسيلزمان مش فاهم يعني كان مبسوط بيا قوي، فقعد يقول لي بقى كلمني على الدريم كار بتاعته موديل 2004 اللي شفناها تحت الاورنج اللي تحت. بصراحه يعني لا يعني انا البتاعه دي لو عملوا عليها ديسكاونت ممكن نفكر، لكن غير كده لا. انزل من 640 حصان ل 350 حصان تهريج يعني؟ ايه الهبل ده؟ لا طبعا. يعني This is heaven of course فعلا. انا هي اتلوحت خلاص. ما شاء الله طبعا. ما رحتش معرض قبل كده فيه العربيات البورش معروضه بالتراضي ونقدر ندخلها ونفتحها وبتاع، ف it was so nice. بيصعب عليك الناس اللي بتشتري الحاجات دي علشان الناس دي بتحط فلوس كتير قوي، فلو حصل العربيه حاجه بتبقى مشكله يعني. فانا مش متخيل ان انا ممكن اعمل كده في نفسي يعني، لكن هو نوز ممكن لو ربنا كرمني ومعايا فلوس كتيره مش عارف اعمل بيها ايه، ممكن ابقى اجيب واحده منهم. لكن فور ذا تايم بينج انا عم مبسوط بالموتوسيكل بتاعي ال 125 سي سي زي الفل، بيعمل كل حاجه وبيوديني في كل حته وبركنه ببلاش، فيعني it can't get any better. بس it gives you something to look forward to. الكيمن ال 718 ماشي شغاله يعني، 350 حصان صباح الفل يعني، مش لازم 640 هنا الشوارع ضيقه اساسا وبتاع، فماشي يعني هتغاضى عن الموضوع ده وخلاص هنقبل بيها. 77,000 عايز ابتدي احوش بقى قدامي كده حاجه بتاعي مدى الحياه تقريبا عشان اجيب يا لهوي ده كتير قوي، ده كتير قوي 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 يعني. الواحد اكتشف ان هو فقير جدا. الحمد لله طبعا. عايزين نجيب فاكس ايه الفاكس ده؟ يكسب 75 مليون دولار. اللي احلى من كل الكلام ده بقى ان احنا مشينا في الشمس شويه، وده جميل عشان انا الشمس وحشاني قوي. انبسطت ان انا خدتكم معايا في الجوله السريعه دي، يا رب تعجبكم ان شاء الله، وكل واحد يشوف ايه العربيه اللي على قد مقدرته الماديه يعني، واللي ما معهوش في العجله ب 9000 استرليني يعني لقطه، تلحقها يا ما تلحقهاش. يلا سلام.